يلا. الخامة وادي البطانة. هنلزق بعد ما كلها نشفت. بعد العلام هنلزق التانية. بعد العلام هنلزق. احتاج الكلة الحمراء تاني عشان في جزء هيتنى. جزء هيتنى. ادي السنتي بتاعنا اهو، فوق وتحت. ونسيبه ينشف. فصلنا قطعة عرضها حوالي 3 سنتي، هنحطها في الجزء اللي هو العريض هنا. الجزء ده حوالي قلنا 3 سنتي. الجزء دوت هيدهن كله حمرا. ادي الجيب نشف، وادي الجيب في النص، وادي الجيب الاخير بعد ما نشف. هنجيب الحرف سكاي، الحرف على الحرف، وطرق بسيط بالشاكوش دوت. وهنشيل الزيادة يا اما بالمسطرة يا اما بالقطر. في ملحوظة للتفصيل كان نفسي اقولها اثناء التفصيل. التفصيل لابد يكون السكينة تحتها صاج زي دوت. مفيش صاج ممكن ازاز. لزقنا جيب اهو بالشكل دوت وشلنا الزيادة. هنتني السنتي اللي هنا. ادي السنتي هنتنيه بالشكل ده بعد الدهان. ودي الجزء الوحيد اللي هيتخيط. الجزء الوحيد اللي هيتخيط ده الجزء الوحيد اللي هو محتاج خياطة فقط. ومع المكنة اتفضلوا معانا. في ملحوظة جدا مهمة اريح بيها الناس اللي في البيوت او ستات البيوت. الخامة دي ناعمة والدواس ناعم، ممكن المكنة تقفش. اعمل ايه؟ لاي خامة عندك بتخيطيها بلاستيك، الدواس ده بيكون معدن. المعدن مع البلاستيك المكنة تقفش. نعمل ايه؟ زيت مكنة. نقطة هنا هندهن مكان الخياطة. نقطة هنا ندهن مكان الخياطة. يبقى احنا سهلنا كده جريان المنتج تحت الدواس. بعرض الدواس بالراحة كده، اعمل فرمطورة وامشي. ده اللي انا محتاجه فقط في المحفظة كلها للخياطة. انا كده خلصت مرحلة الخياطة. وتفضلوا معانا نكمل مراحل المحفظة. ادي الجيب بعد الخياطة. هنشيل الزيادة الحرف اهو حوالي نص سنتي. اسيبها لما تنشف. ننفض لا نشفت. الزق الحرف على الحرف والناحية التانية. الحرف على الحرف وبالشاكوش بتاعنا او شاكوش عادي يا اخوان.
شاكوش عادي جدا. يبقى اصبح الجبنه عندي جاهز للتخريم. انا محتاج نص سنتي. طيب من فوق خلاص نص سنتي، بالجنب اسيب نص سنتي، والناحية التانية نص سنتي، وابتدي اعلم على سنتي. مهم جدا اعمل خرمان. كده محفظة جاهزة للتخريم. هبتدي اخرم. انا قلت ادي زومبا الدق، اخلي الزومبا تحت العلام ال 2 سم بتوعي وابتدي اخرم. اللي هو ده جاهز للتفكيك. طبعا ادقق باسود، احنا ما فصلناش الخام